بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الشعب التونسي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أصبح اللعب على المكشوف وفوق الطاولة، لأن الشعب التونسي كما اتضح للجميع داخل البلاد وخارجها شعب ذكي، وشعب يعرف ما يفعل ويفهم ما يفعل ويعرف ما يريد. اليوم الجبالي أعلن بعد مرور الشهر الرابع من السنة عن الميزانية التكميلية للبلاد التونسية، وقيمتها الجملية 2250 مليار من المليمات التونسية. ثلث هذا المبلغ يخصص تعويضات لعناصر النهضة، يعني ثلث الميزانية التونسية كاملة تعطى لمن حوكموا بسبب التفجيرات وبسبب تدبير الانقلابات وبسبب ضرب الناس بالأحماض المركزة على النواصي ودون تمييز. اليوم الجبالي يثبت ما قلته منذ شهور، أن الناس هذوما راهم جايين يغرفوا، ما هماش جايين يخدموا، جايين يجوعوا في الشعب بعقلية جوع كلبك يتبعك، وجايين يغرفوا وما هماش ضامنين الاستمرار. لطفي زيتون طالع في التلفز البارح يقول يلزمكم تفهموا، يعني هو بسلامة علمه بتاع ويست مينستر الجامعة اللي برا، ادخلوا على النت وشوفوا قيمة هالجامعة هذه، إذا كان أي واحد منكم يقبل أنه يقرأ فيها واللي يأخذ منها شهادة. بسلامته جاي باش يعلمنا أصول الديمقراطية وأصول العمل السياسي وأصول حقوق الإنسان اللي شفناها نهار 9 أبريل، وشفناها في حي الملاحة في رادس، حي عمال ناس يخدموا في المينا يعيشوا في أولادهم مربوا فين في المدارس، قريوا فين باش يطلعوا منهم جنود لتونس، ورسورس إيمان يطلعوا في أغلى ما تملك البلدان هو الموارد البشرية، فهمت؟ يهبطوا لهم البوب والبيق وأنواع الأدوات القمع اللي عرفناها عند بن علي، لا بل أشد وأنكى، دعموها بالميليشيات النهضوية المحترفة اللي تعلمت في ليبيا وفي أفغانستان وعند حماس وفي جنوب الصحراء وفي كل مكان، لموها وزرعوهم باش يضربوا الشعب التونسي اللي طالب بحقه في الحياة. اليوم إذن انكشف الملعوب، ثلث الميزانية باش يتعطى للناس هذا اسما لا فعلا، اللي مش باش يعطوهم حتى شيء، صدقوني ما هماش باش يعطيكم حتى فرنك، وراكم طحالب وأغبياء وما كنتش فاهمين حتى شيء. 750 مليار هذه باش يمولوا بها الحملة الانتخابية متاعهم الجاية، وباش يوزعوها على ذوي الذمم الرديئة، وباش يشريوا بها أصوات الناس باش يستمروا في السلطة أملا، لأنهم هم مش متأكدين أنهم باش يستمروا في السلطة، وهذا أمر أنا أرجحه ويرجحه كل العقلاء في تونس وخارج تونس، حتى حلفائهم غسلوا منهم يديهم وعارفين أنهم ما همش باش يستمروا، لكن يعني لازم باش يحاولوا. فالآن يحاولوا يعملوا رأس مال فلوس يخدموا به الانتخابات، وموازاة لذلك يحاولوا القضاء على كل الأصوات المعارضة لهم، حتى لو بالقتل، بالضرب، بالاعتداء الجسدي، بالمنع من الكلام، بالقوة، بالعنف. هذا الجانب الثاني اللي يهدد استمراريتهم. والجانب الثالث والمهم اللي يهدد استمراريتهم هو وجود منبر إعلامي مستقل. أنا نقول مستقل حر، ما يهمنيش في مضمونه، لما يخطأ في حقي أنا نتقدم العدالة نشكي به ونطلع حقي منه. كان بإمكانهم يعملوا تلفزة أقوى من التلفزة التونسية، وعندهم الموارد المالية وعندهم الحلفاء اللي مولولهم الشيء اللي يحبوه. علاش ما يعملوش تلفزة مستقلة وخاصة به؟ ما هيش غايتهم أنهم يتخاطبوا مع الشعب التونسي، لأنهم يحقروه وحاقرينه، ينظروا للشعب التونسي على أنه كمشة من الحملان وقن من أقنان الدجاج، ما يلزموش يحترم وما يلزموش ينظر إليه بشق العين. هذه نظرتهم للشعب التونسي، ولو كان يحترموا الشعب التونسي كان يحترموا إرادته في التغيير، وإرادته في محاسبة الفاسدين، وإرادته في محاسبة قتلة الشهداء والمعتدين على جرح الثورة. اليوم أصبح من ضمنهم من يروج إلى كون محاسبة الفاسدين هذه فيها تعدي على أعراض الناس، يعني وكأن الفاسد السارق الكلب اللي خان بلاده باعها كأن له شرف يجب أن يحافظ عليه. ويروجوا الكون محاسبة البوليس السياسي والمجرمين الذين قتلوا
الشهداء واعتدوا على التوانسة بالرصاص الحي والميت، يعتبروا أنه محاسبة هؤلاء باش تدخل البلاد في انقسامات وفي فوضى. هذا رغم من واقع تحالفاتهم. افهموا يا ناس، راي تحالفاتهم هم اللي وصلتهم للسلطة، تحالف مع الأمريكاني حول الطاقة ومصدر الثروة في تونس باش يستحوذوا عليه الأمريكان، وهم ساعين في ذلك سعيا حثيثا، ثروة البترولية وثروة الغاز وثروة المعادن والمناجم، وما حكاية سراورتان الأخيرة والعينات اللي خذوها بدون إذن وبدون علم أي إنسان، إلا أحد الأدلة العديدة التي أمتلكها وسأذيعها في حينها. الأمريكي إذن يستحوذ على الثروات ويستغل تونس كعمق استراتيجي له في حروبه القادمة، لأنه وجود قواعده العسكرية في الشرق لم تعد آمنة وصارت في مرمى نيران أعدائه، لذلك لازم يحول الثقل العسكري متاعه إلى خطوط أكثر بعد، وما نتخيلش باش تكون في مصر أو في تركيا أو في اليمن مثلا. شوفوا أنت بالمنطق وين لازمها تكون وتلقوها باش تكون في تونس أو بالحد الأقصى في ليبيا. إذن هذا التحالف مع الأمريكي. التحالف مع الصهيوني هو عدم ذكر موضوع التطبيع والاستعداد، وهذا ما قاله طارق ذياب منذ يوم، أنه مستعد للتعامل مع إسرائيل إذا كان لقى فيها مساعدة ولقى فيها تعاون تنموي مثل الذي حصل في مصر. هذا طارق ذياب يعني باك مهندس يدبر على الشعب التونسي كيفاش يعيش. تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. هو السيد طارق ذياب يأكل بردفيه بعدما أكل بقدميه. فهمت؟ واحد كيف هذا اللي يعتدي على الشعب التونسي ويتهمه بالتخلف وبالجهل، وهو أجهل الجاهلين، هو صباط وأذكى منه، صباط وأثقف منه. يدبر علينا اليوم باش نتعاملوا مع إسرائيل باش نجم ناكل خبز. شوفوا وين وصلوكم يا توانسة الأذلاء الأنذال الكلاب الطحالب المعفنة السامة هذه، وصلوكم إلى مستوى أنكم تبيعون كل شيء مقابل الكرشة. فهمت؟ هذا إذن الجانب الثاني من التحالف مع الصهاينة بعدم ذكر إسرائيل والصهاينة والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي الإسلامي الإسرائيلي مطلقا، لا في دستور ولا في منابر إعلامية ولا في أي مكان، لا بل مقابلتهم في مكامن قوتهم وفي مكاتبهم ووعدهم بوعود يعني عريضة وطموح. التحالف الثالث مع وجوه النظام البائد، سواء كان وجوه من داخل التجمع، وشوفوا عدد التجمعين اللي في حكومة الجبالي كمستشارين وكمنفذين لأوامر الجبالي، أو العكس الجبالي منفذ لأوامرهم. لأنه وزير الداخلية المرة اللي فاتت وقت يبكي ما كانش يبكي من القهر على التوانسة، خايف عليهم، هو بعث لهم البوب يكسر لهم في عظامهم. كان يبكي لأنه طرطور اللي قاعد ينفذ في السياسة متاع القمع والضرب هو الصيد والدماسي، وهو ما عليه اللي يسمع ويسكت. فهمت؟ وإذا كان تحرك شوية هزوه للزنزانة اللي كان فيها يوريوها له، يقولوا تحب ترجع هنا رانا نرجعوك. تذكروا يا ناس أيام الراجحي 3000 عسكري من الداخلية من عناصر الأمن يهجموا على الراجحي وعلى قائد الجيش في ذلك الوقت رشيد عمار ويخرجوه من الباب الخلفي من الداخلية ويفكوا له البورتابل نتاعو كبوت وعبثوا به مسحوا به الأرض. ليش؟ لمجرد التفكير أو الإعلان بنيته في تطهير الداخلية. إذن كيفاش ركحت للحكومة الغنوشي؟ بالوعود نتاع الحماية المتبادلة، هم يحموا القتلة والقناصة والفاسدين والمجرمين اللي قتلوا التوانسة واستباحوا لحمهم وأعراضهم، والداخلية يمكنوهم من كتم الأصوات وجلد الشعب التونسي حتى يقبل بالواقع. أنا هذه إذن التحالفات وضحتها لكم: تحالف مع الأمريكي، تحالف مع الصهيوني، وتحالف مع قوى الشر الداخلي المتمثلة في بقايا التجمع العفن المجرم وأدوات القمع اللي صنعها بن علي، لأنهم ما كانوش في مستوى أنهم يواجهوا أدوات القمع هذه، وكان بإمكان أدوات القمع أن تقضي عليهم في ربع ساعة، لكنهم هدنوها وأعطوها مراكز التصرف ومراكز الإدارة ومراكز القيادة، وما هم إلا طراطير وواجهات. لكن يحاولوا يخدموا على الجيش يلزموا فلوس 750 مليار من الميزانية التونسية باش تتوجه لهم اليوم، ما هماش باش يعطوا للطحالب، لأن الطحالب هذوما دائما ينبحوا كالكلاب ويباتوا على عظم. الثانية منابر الإعلام،
يحبوا يدجلوا التلفزة التونسية ويحتكروها لتكرار دخل وخرج، نزل وطلع، قال ولم يقل أن يا ناس رانا عايشين في جنة عصابة لندن كونكشن وراو كل شيء تمام وغنوا ورقصوا. هذه السياسة الإعلامية اللي يحبوها. والحاجة الثالثة هي إغراق التونسيين في الفقر، لأن الشعب التونسي بما فيه من ذكاء ومن علم ومن ثقافة إذا يكتفي من الجانب المادي والمعيشي ما يرضاش بالمستوى اللي هو باش يطالب أكثر، فيحبوا التونسي يغرق في غلاء المعيشة ويغرق في مشاكل التعليم ومشاكل النقل برفع أسعار البنزين. هذه كلها راهي خطة مدروسة وما هي جاية من عدم ولا يعني تونس تقلبت في عام، يعني بين عملوه ناخذوا في الفلفل ب 150 فرنك صرنا ناخذ فيه ب 3000. يعني تبدل تونس غير تونس؟ لا، راه مخطط له، يفهموا يا بشر، كل شيء مخطط له، كل شيء مدروس، ناس قاعدة تخطط السوء وتمثله وتنفذه وتطبقه عليكم يا توانسة. لذلك أنا أدعو الشعب التونسي بكل نخبه وكل أحزابه وكل الفئات والجمعيات والناس الوجوه في المجتمع أنهم ينزلوا نهار 1 ماي في كل شوارع تونس، في القرى، في المدن، في الحواري، في المصانع، في المزارع، يمشوا في أي مكان ويقعدوا رافعين لافتة واحدة، لا للسراق الجدد، لافتة واحدة مكتوب عليها لا لحكم السرقة، لا للسراق الجدد، اذهبوا فقد طردنا من كان قبلكم، اذهبوا بالتي هي أحسن. هذا هو الشعار اللي لازم ترفع نهار 1 ماي. والمظاهرات والاعتصامات ما تتفكش، تستمر، تداولوا فيها، يمشوا مجموعة لمصالحهم ترجع مجموعة أخرى تأخذ نفس الأمان، خلي يضربوكم عادي. احنا تعودنا الضرب 200 سنة ونحن نضرب. أيام مراد بوبالة كانوا اللي يمشي في نهج الحكم الصباح يخطفوه يقصوا له راسه، قال شنو البالة جيعانة؟ البالة هو سيف مراد الثاني، مراد ابو بالة مازال عايش فينا التو، مازال عايش فينا، يقطع في لحمنا ويكسر في عظامنا ويستثني فينا من الحياة، ونحن ساكتين نستناو. غبي من ينتظر شيئا من هذه الحكومة، غبي وأحمق من ينتظر من هذه الحكومة خيرا. الناس اللي باعوا دم التوانسة في اتفاقات مشبوهة وفي معاهدات وفي تحالفات رديئة لا يؤمن لهم جانب ولا يجوز أن تأمنوا لهم جانب. انزلوا للشوارع، انزلوا للحواري، انزلوا للقرى، للمدن، للمزارع، شدوا اعتصموا في كل مكان حتى تذهب هذه الحكومة بسوءها. فلوس تونس يحب يوزعها على بعضهم، فلوسكم يا توانسة اللي دبتوا في وراء الحدود في كل البلدان، في إيطاليا، في ليبيا، في المغرب، في تركيا، التجرب بشتى الأنواع، وتنبوا وتلموا وتقشقشوا وتحطوا في تونس، تماش ما تعملوا دولة تعيشوا في وسطها، يجوا هذا يسرقوها لكم عيني عينك تسكتوا. إذا سكتوا بعد هذا أنسوا حاجة اسمها ثورة، وأنسوا حاجة اسمها حرية، وأنسوا حاجة اسمها كرامة، لأنه لا كرامة لمن يبات على الظلم وهو ساكت، لأن رب سبحانه وتعالى كرمنا كآدميين، قالوا لقد كرمنا بني آدم، وما ذكرش حزب ولا فئة ولا دين ولا عقيدة، بني آدم، أبناء آدم كلهم مكرمون، ورب سبحانه وتعالى يحطهم في قيمة معينة. يجوا هؤلاء الطحالب يردون الناس باش نعيشوا على الكرشة، نعيشوا على الخبزة وعلى الوظيفة، نجروا باش يسكتوا هذا. فهذه خطتهم إذن 750 مليار من المليمات التونسية هذه لتمويل الحملة الانتخابية الجاية متاعهم بشراء الذمم، مثل ما فعلوا المرة اللي فاتت ويتكلموا على أغلبية وما ثم حتى أغلبية. راهي انتخابات زورت شهر كامل باش طلعت النتيجة، فايش كانوا يعملوا؟ أعطونا جهة محايدة تحقق في الأمر هذا وبعد تنقول لكم عندكم أغلبية ولا ما عندكمش. هذه الأولى. الثانية تجويع الشعب وتخلوه يمشي على الديسكة، يمشي على الجرح، يا تقبل تصفق لي وتعمل مدائح واذكار للغنوشي الصباح كل نهار والتلفزة دخل وخرج ذهب وجاء، ولا تموت بالشر ولا تخرج من البلاد عادي كما خرج نقول لك واحنا خرجنا. هذه الثانية. والثالثة تدجين الإعلام. إذن لا تمكنوهم من هذه الأهداف الثلاثة وطاردوهم كالكلاب، سيخرجون من البلاد لأنهم أجبن منهم ما ثماش واسألوني عنه. أنا نعرفهم، هم الجبن ذاته. ما تسلموش في بلادكم غالية وعزيزة، ما تسلموش في الدم اللي سال قبل 14 جانفي، وثورتنا مستمرة، ثورتنا 17 ديسمبر مستمرة، وستطهر البلاد من كل الرجس ومن كل الأنذال ومن كل الطحالب السام. هذا ما لدي قوله، وإلى الأمام وثورتنا مستمرة، وحتما سنستمر، وحتما سننتصر، قسما بربي سننتصر. فقط استمروا لأنهم في حالة وهن لا يدري عليها إلا رب سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.